ايه الجمال والحلاوة والطعام والأطباق الحلوة. معانا النهاردة الطبق التحفة ده، البطاطس المحشية لحمة مفرومة. بنخرجها بأكتر من شكل، بنخرجها من غير تحمير، يعني بطاطس محشية لحمة مفرومة بس، والعميل بيسويها كده. في ناس ما بتحبش تحمرها، وبنخرجها بالشكل ده محمرة ومحشية. وهنا بقى عايزين نقول معلومة مهمة: لو هي هتتاكل بالشكل ده التحمير لازم يكون كامل، يعني تكون متحمرة كويس قوي 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 زي البطاطس المحمرة العادية. لو هنعملها بقى في طاجن بالصلصة والحاجات دي، وده شكل تالت من خروجها، التحمير بيبقى يا دوبك، يعني بنقلبها في الزيت بس. تمام كده. وفي بقى الشكل الأخير اللي هي جاهزة على الأكل، ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود، 4 أشكال لخروجها من عندنا. العميل ممكن يعني يختار إن هو يطلب بالكيلو، وممكن يطلب بالقطعة أو بالوحدة، عادي جدا. يعني ممكن حد يقول إحنا 3، كل واحد فينا هياكل 2، فإحنا محتاجين 6 وحدات. في الحالة دي بنحشي 6 وحدات وبنوزنهم. تمام كده. فعادي جدا انك تطلب بالكيلو او بالقطعة او بالوحدة، انا ما عنديش مشكلة خالص في الموضوع ده. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نريح العملاء بتوعنا. كده انا يعني تقريبا قلت لكم كل المعلومات اللي عن خروج البطاطس من عندنا من الكيتشن. بس اهم حاجة للناس اللي هتعملها، زي ما قلنا، لو هناكلها كده وهي بيبقى طعمها حلو قوي قوي، لازم تتحمر بالكامل، تتحمر كأنها بطاطس محمرة بالظبط. ألف هنا وشفا على اللي هياكل الأكلة الحلوة دي.